ما زالت أزمة جامعة النيل مستمرة، فبعد فض قوات الأمن اعتصام طلاب الجامعة قبل عدة أيام، عاد من جديد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مدينة زويل بمشاركة عدد من الحركات الثورية أمام مقر الجامعة بمدينة الشيخ زايد. وطالب طلاب الجامعة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الطالب أحمد خليل وتمكين جامعة النيل من استرجاع مبانيها ومعاملها بمدينة الشيخ زايد والتصديق على قرار تحويل الجامعة إلى جامعة أهلية. سبب الوقفة دي اعتراض على فض اعتصامنا بالقوة. احنا كنا معتصمين جوه الجامعة، وأول امبارح الأمن المركزي جه والداخلية ولواءات ومدير الأمن كان موجود، وجم ضربونا وطلعونا بره، وأنا وأربعة تانيين اتقبض علينا واتحقق معانا وتم إخلاء سبيلنا. الحكومة ما يقدرش أقول كلمة غير إن هي سرقت الأرض والمباني بتاعتنا وخصصتهم لمشروع مدينة زويل، ومن ساعتها واحنا بره ملناش معامل، ملناش اماكن، قاعدين في مبنى صغير جدا في قريه ذكيه. المعمل الوحيد اللي فيه معمل فيزياء بدرون. هو اللي جه كان جاي محضر ومعاه قرار من المحامي العام بتمكين واحد اسمه صلاح العزازي من المدينه. اما هو بقى المشكله ان هو ما كانش معاه صفه اعتباريه للراجل، الراجل ده ما كانش له صفه اعتباريه، فالمحامي المحضر كان هيوقف التنفيذ. كلم القاضي في التليفون، القاضي قال له مالكش دعوه بالورق ونفذ. انا بس اللي مضايقني ان دي ما حصلتش في عهد حسني مبارك. يعني في عهد حسني مبارك ما كانش ضابط امن مركزي يجرؤ يخش يفض اعتصام في جامعه. دلوقتي بعد الثوره وفي عهد رئيس منتخب بيخش يفض اعتصام جوه الجامعه، وبعد ما طلع قرار محكمه دستوريه ان ما فيش حد من الداخليه يخش جوه الجامعه. ووصف بيان اتحاد الجامعه القرار الذي اصدرته اللجنه الوزاريه المختصه بحل ازمه جامعه النيل بالقرار الصادم، موضحا أن النص معناه استخدام جامعة النيل لمباني المدينة العلمية بالسادس من أكتوبر غير المجهزة بما يلزم من أدوات ومعدات ومعامل للطلبة، وحرمانهم من مباني جامعة النيل بالشيخ زايد التي تحتوي معامل مجهزة خصيصا لأبحاثهم بما يعطي أفضلية لكيان غير قانونية. أولا المشهد بتاع أول امبارح، مشهد فض الاعتصام بالقوة اللي أنا شاهد عليه، مشهد لا ينتمي أبدا لمصر بعد ثورة 25 يناير، مشهد لا يليق أبدا بما ما كنا نأمله وما زلنا نحلم به لكرامة الإنسان المصري. واللي ألمني أكتر إن هذا المشهد بما فيه من دنو ولا أخلاقية. التقارير اللي طالعة من الجهات الرسمية للأسف تقارير كاذبة كذب بواح. التقرير اللي اترفع لرئاسة الجمهورية من الداخلية، والتقرير اللي اترفع للوزارة ورئاسة الوزراء من الداخلية تقرير كاذب. أنا عايز أسأل سؤال، بأنهي منطق وبأنهي عقل إن احنا نفضل شيء سيكون بشيء كائن؟ أبحاث هتطلع بأبحاث بتطلع وبكفاءة عالية، طلبة هتيجي بطلبة موجودين، دكاترة هتيجي بدكاترة موجودين. طالب طلاب جامعة النيل وأعضاء هيئة التدريس طالبوا الحكومة بإيجاد حل عاجل للأزمة التي يمرون بها. السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل. أرحب بضيفي الكريمين المهندس محمود جبر رئيس قسم التيار الخفيف بجامعة النيل. السلام عليكم باشمهندس. وعليكم السلام. وابننا الكريم أحمد نصار رئيس اتحاد الطلاب. السلام عليكم يا أحمد. باشمهندس محمود، يعني ساعات الإعلام بيتناول قضية ونجد فيها مشكلات، أزمات، صراخ، ضرب، اعتصامات، يعني قلق، وفي الأصل الناس مش عارفة إيه الموضوع. فأنا عايز ملخص، هي إيه مشكلة أزمة النيل وجامعة زويل، وإزاي وصلت لهذا التطور الحقيقة على مدار الفترات اللي من ساعة ما أنشئت حتى الآن يعني. تمام. هو في الحقيقة مشكلة جامعة النيل عشان هي مشكلة طويلة ومليئة بالأحداث، فأنا هختصر لحضرتك الموضوع باختصار شديد. جامعة النيل جامعة خاصة لا تهدف للربح، وانشئت لتكون نموذج فريد للجامعات الأهلية. سنة 2006 لما أخذنا تصريح الجامعة إن هي تنشأ يعني وصدر لها القرار الجمهوري، ما كانش في حاجة اسمها جامعة أهلية، وإحنا عايزين جامعة أهلية وهدفنا هو إنشاء جامعة أهلية. ما معنى جامعة أهلية؟ جامعة أهلية إحنا عندنا 3 أنواع من الجامعة: جامعة حكومية وجامعة أهلية وجامعة خاصة. الجامعة الحكومية هي بتتبع الحكومة إداريا وماليا ورقابيا. الجامعة الخاصة تتبع الحكومة
إداريا ولكن لا تتبعها ماليا، وجامعة بيبقى بتنشأ من خلال ليها تنسيقها الخاص بالاتفاق مع الحكومة، ومستثمر عايز يكسب. مستثمر عايز يكسب، هي دي نعم. النقطة. الجامعة الأهلية بتبقى جامعة يعني نقدر نقول إن ملهاش صاحب، جامعة ملك الشعب. بتشرف عليها بعض الجهات الخاصة، يعني بتبقى إداريا تبع الدولة، ولكن يعني تنظيميا ممكن يشرف عليها بعض الجهات الأهلية زي النموذج اللي احنا بنشوفه، النماذج اللي بنشوفها في أوروبا. نعم. فلما حبينا نعمل الجامعة الأهلية ما كانش في قانون جامعات أهلية في هذا الوقت، فأنشأت شراكة مع القطاع الحكومي، بين القطاع الحكومي والقطاع الأهلي. أنشأت جمعية ذات نفع عام اسمها المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي، وهي جمعية ذات نفع عام أو مؤسسة ذات نفع عام. كويس. وعشان تاخد صفة الأهلية، المهم أنشأت الجامعة وأخذت، وكان في قطعة أرض 127 فدان اشترتها وزارة الاتصالات لصالح هذه الجامعة، واتبنى عليها مباني لصالح هذه الجامعة، ال3 مباني اللي موجودين الوقت اللي عليهم الخلاف. وسنة 2010 صدر قانون للجامعات الأهلية، مجلس الشعب المصري أقر قانون للجامعات الأهلية، فتقدمت جامعة النيل لتكون أول جامعة أهلية في مصر، وصدر قرار بتحويل جامعة النيل لجامعة أهلية. كان ده 2011 يناير 2011 قبل الثورة ب5-6 أيام. كويس. فكان شرط لازمي أو حتمي على تحويل جامعة النيل لجامعة أهلية أن يتم تحويل كافة الأصول التابعة لوزارة الاتصالات وكافة الأصول التابعة للمؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي، يتم التنازل عنها لصالح مين؟ الجامعة الأهلية. وده كان أقصى أمانينا، احنا عايزين ده بالفعل. فبالتالي تنازلنا بكامل إرادتنا وطوعية عن كافة الأصول، كافة الممتلكات لصالح جامعة النيل الأهلية. طبعا صدر قرار تحويل قبل الثورة بأيام، جه ظهر في الصورة طبعا بعد الثورة السيد الفريق أحمد شفيق، وبدأ يظهر زويل في المشهد. ظهور زويل في المشهد، الدكتور زويل في المشهد، احنا طبعا يعني مش عارفين ظهر ليه، كان جاي عايز يترشح لرئاسة الجمهورية، حصل ديل بينه وبين الدكتور شفيق بشكل معين، يعني دي مسألة طبعا يعني ما فيش داعي نتحدث فيها، ولكن في النهاية ظهر دكتور زويل. فبدأ يحصل اتفاق على تحويل هذه الأصول لأحمد زويل، للدكتور أحمد زويل. فعلشان يتم تحويل هذه الأصول يبقى كان لازم يتم حاجتين. الحاجة الأولانية إن أنا أوقف قرار تحويل جامعة النيل لجامعة أهلية، أجمده. وكان القرار وافق عليه من المجلس الأعلى للجامعات، ووافق عليه من السيد وزير التعليم العالي وقتها، باقي تأشيرة السيد رئيس الحكومة. نعم. رئيس الحكومة خلاص مشي، ما عادش موجود رئيس حكومة، اللي موجود دلوقتي مين؟ الدكتور شفيق. طب يعمل ايه الدكتور شفيق؟ يبقى جمد تحويل جامعة النيل إلى جامعة أهلية. طيب ايه الخطوة الثانية؟ ان التنازل اللي تم من خلال المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي لصالح جامعة النيل الأهلية، كان لازم ان التنازل ده ما يروحش للجامعة الأهلية، يروح في سكة تانية. فتم الاتفاق أو اتصل أو يعني أيا كان بالتنسيق، طلع تنازل تاني بأوامر من الفريق شفيق إن تنازلوا لصالح صندوق تطوير التعليم. وأعتقد إن التنازل ده كان اتقال إن تنازلوا صندوق تطوير التعليم علشان بعد كده ننقله إحنا للجامعة الأهلية. نعم. المهندس عقيل بشير رئيس مجلس إدارة لا هو رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي، يعني بجانب وظيفته الثانية، أصدر قرار بنص القرار كالآتي: بالتنسيق هاتفيا مع مجلس أمناء المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي الآتي أسمائهم 1 2 لغاية 13، تم قرار الآتي: التنازل عن كافة الأصول والممتلكات والتبرعات وخلافه الخاصة بالمؤسسة لصالح صندوق تطوير التعليم. هذا التنازل أعتقد أنه هو الراجل تنازل عنه، يعني أعتقد مش هقول إن ضحك عليه، ولكن كان فاهم خطأ إن ده هيحول بعد كده لجامعة النيل الأهلية. اتفاجئنا بالدكتور شفيق أو الفريق شفيق ما حولش لجامعة النيل الأهلية، ده وقف قرار تحويل جامعة النيل لجامعة أهلية،
ووقف قرار تحويل الاصول لجامعه النيل، وقام واخد لما كان رئيس؟ ده لما كان رئيس الحكومه. لا هو استغراب، انتوا ما استغربتوش ان هو كان جاي رئيس حكومه، الدنيا كارثيه وميدان التحرير مولع والبلد فيها، يعني خد باله من القرار ده بالتحديد؟ ما هو ده القرار الوحيد اللي خده فريق احمد شفيق خلال الحكومه، فتره الحكومه ده من ضمن المفارقات العجيبه زي ما حضرتك بتقول كده، ان الدنيا مولعه في ميدان التحرير والناس عماله تخبط في الحكومه والحكومه تخبط في الناس والاقسام بتقتحم والبيوت بتقتحم والدنيا بتقتحم، واحمد الفريق شفيق كان قاعد فاضي بيبص لجامعه النيل ومستني يحولها للدكتور زويل. لا والغريبه حاجه ان المهندس عقيل بشير اصدر هذا التنازل او اقر هذا التنازل يوم الخميس الساعه 7 مساء. الفريق شفيق يوم السبت 9 الصبح قام اصدر قرار بقبول التنازل. يعني كانه هم يعني شوف حضرتك والجمعه اجازه، فيصدر قرار الخميس 7 مساء 7 مساء نريح الناس الجمعه يناموا والسبت نشيعهم. فيعني وميدان التحرير مولع. يعني انا مش عارف، واضح ان موضوع جامعه النيل ده كان اهم من اي حاجه في الدنيا. يعني واضح ان هي كانت مساله يعني حياه او موت، ان احنا لازم نراضي الدكتور زويل علشان حاجه معينه، يمكن ده عشان كان عايز يترشح. تفتكر ليه؟ يعني اصل بعض الناس هتقعد تقول لك الدكتور زويل قامه علميه كبيره وقصده انه يعمل حاجه لمصر وقصده انه هو يطور مش عارف ايه، يعني هيتكلم كلام ممكن يبقى مقنع. فيعني تفتكر ليه بالتحديد الدكتور زويل؟ وبرضه سؤال، يعني هل ضاقت مصر بالأراضي عشان يعني أجي على جامعة مبنية فعلا وفيها زي ما وارد عندي 40 عالم مصري مقدمين 700 بحث و285 طالب في الدراسات العليا من اوائل الجامعات المصريه و85 طالب في المرحله الجامعيه الاولى من اوائل الجامعات المصريه والاجنبيه؟ هل ضاقت الدنيا عشان يروحوا على جامعه النيل بالتحديد؟ ما اكتوبر ما شاء الله يعني ما اكتر الاراضي فاضيه فيها. والله حضرتك ده سؤال يعني مهم جدا، ويعني اتمنى انا علشان اجاوب عليه في الحقيقه يعني تعبت جدا وعمال اعصر مخي عشان الاقي سبب وجيه منطقي يدي للناس دي، يعني مش هقول يديهم الحق ان هم ليه بيفكروا يهدوا جامعه النيل. انا حاسس ان التارجت او يعني الهدف بتاع الناس دي رقم 1 هدم جامعه النيل، رقم 2 انشاء مدينه زويل. يعني انا حاسس كده ان رقم 1 الاساس هو هدم جامعه النيل. جامعه النيل كجامعه ليها ابحاث وبتعمل شيء مشرف، تتصور ايه السبب انه عايز يقضي عليها ويخليها جامعه زويل؟ ايه من وجهه نظرك يعني ايه المنطقي في ده؟ والله انا هقول لحضرتك لو كنا قبل الثوره وده حصل كنا هنقول ان استكمالا لمسلسل الهدم البلد، ويعني استكمالا لمسلسل اهدار المال العام واهدار العقول وضياع الحقوق والحاجات اللي كانت موجوده قبل الثوره. انما لما ده يحصل كمان بعد الثوره فانا مش لاقي له معنى. يعني ليه انتوا عايزين تهدوا جامعه النيل ليه؟ يعني انا ما اعرفش طبعا، يعني هقول ايه؟ يعني انا مش لاقي كلام في الحقيقه اقوله، مش لاقي سبب منطقي سبب انت حاسس؟ ما خليني اتكلم بصراحه، يعني انت حاسس ان في ديل معين، في صفقه بتتم ادت لهذا القرار اللي في 24 ساعه خلص طبعا؟ ولا يعني شايف ان هم شايفين انه لا والله ده اصل جامعه النيل يعني مش قد كده، انا جامعه زويل هتكون حاجه علميه فظيعه ممكن تفيد البلد اكتر يعني؟ طيب لو خدنا الجزء الاولاني فانا يعني اعتقد 100% ان في كان ديل بين الفريق شفيق وبين الدكتور زويل، لان اساسا الفريق شفيق اعلن ده والدكتور زويل نفسه اعلن ده. الفريق شفيق اعلن وقال انا تربطني صداقه بالدكتور احمد زويل وزارني هو والاخت العزيزه، نصا كده هو الاخت العزيزه الوزيره فايزه ابو النجا في بيتي يوم مثلا مش عارف 17 18 فبراير حاجه كده في شهر فبراير يعني، وقعدنا واتكلمنا وانا سالت دكتور زويل على استحياء كده يعني يا دكتور زويل انت عايز تترشح لرئاسه الجمهوريه؟ انت لو ترشحت انا اديك صوتي، يعني مسائل من هذا القبيل. فانا استنتج من ده انه هو كان الدكتور زويل نازل مصر وعارف ان هو عايز يترشح لرئاسه الجمهوريه. اعتقد ان دي كانت مساله طرديه، وطبعا كان ايامها الاعلان الدستوري لسه لم ينص عليه عشان ما حدش يقول طب ما الاعلان الدستوري بيقول ان الدكتور زويل مش هيترشح عشان مراته اجنبيه. نعم، ما كانش لسه الكلام، ما كانش لسه الاعلان الدستوري لم ينص عليه. نعم، ارجع لك يعني احمد رئيس اتحاد الطلاب، يعني حصل في الفيديو اللي قدامنا الفيديو لاب انه اتفضل اعتصام، وقيل ان هم الشرطه قالت احنا اديناهم فرصه كبيره واتكلمنا معاهم بالهدوء وبالادب، بعد كده ضربنا. عادل السنهوني النهارده في اليوم السابع بيقول اعرف ان صاحب نوبل الدكتور زويل لا علاقه له بما حدث ويحدث لطلبه جامعه النيل في المشهد المؤسف اللي قامت به قوات الامن من ضرب وسحل للطلبه الفضل اعتصامهم داخل الجامعه بالقوه الغشمه، ومش مسؤول عن ازمه الجامعه مع الحكومه، المسؤول الاول عن كارثه وفضيحه الاعتداء على الطلبه المتفوقين هو الامن.
الحقيقه برضو اعرف ايضا الحكومه ورطت زويل في الازمه والماساه على طريقه وعد بلفور، اعطت ما لا تملكه لمن لا يستحق. هل يعني الدكتور زويل اعرب عن اسفه وقال انا ما دعيتش لفض الاعتصام بالقوه على التويته بتاعته؟ الموضوع تم ازاي بينكم وبين الامن بهذه الصوره؟ هو فعلا الدكتور زويل فعلا كتب تويت وقال ان انا طلبت ان العنف ما يستخدمش وكذا، بس في الحقيقه ان الدكتور زويل قدامه مسؤوليه اخلاقيه قدام الشعب المصري كله، بما ان هو عالم. لو جاله حاجه هو ما يستحقهاش وعارف ان ده فيه مغالطات قانونيه، ده لازم، هو عالم كبير والناس في شباب بيبص له عايز يبقى زيه. لازم الدكتور زويل يبقى قدوه ويتنازل ويقول انا خلاص، حتى لو حد اداني حاجه مش بتاعتي وانا عارف ان في حد تاني محتاجها، يتنازل بيها ويرجعها يرجع الحق لاصحابه. دي اول حاجه. تاني حاجه بالنسبه لفض الاعتصام بالقوه، الدكتور زويل قال انا طلبت ما فضش الاعتصام بالقوه. امال مين اللي طلب يفض الاعتصام بالقوه؟ الدكتور زويل. لو عنده مسؤولين جوه مدينه زويل هو مش عارف هم بيتصرفوا ازاي، دي تبقى مصيبه. ازاي الدكتور زويل يبقى عنده ناس شغالين، لواءات شغالين في مدينه زويل بيطلبوا من الداخليه انها تفض الاعتصام والدكتور زويل ما يعلمش بكده؟ لو الدكتور زويل يعلم يا ريت يقول الحقيقه. بس المشكله ان طلع تصريحات من الداخليه قالوا ان الدكتور زويل هو اللي فعلا اللي طلب كده، ودي مش اول مره الدكتور زويل ما يقولش الحقيقه كامله، فانا مش مستغرب من طب انتوا ازمتكم فين برضو يا احمد؟ عايزين نعرف يعني احساسكم كطلاب بجامعه اهليه بهذه الصوره والصرح علمي كويس وانتوا طلبه متفوقين. الانقلابه دي يعني اتناقشوا معاكم فيه؟ طب ايه المبررات اللي بيقدموها لكم وبيقولوها لكم علشان تتركوا جامعه النيل وتصبح جامعه زويل؟ هو للاسف الحلول اللي بتيجي من ناحيه الدكتور زويل للاسف ما ينفعش اقول عليها غير حلول سخيفه. ازاي يطلب مني انا جامعه النيل، طالب في جامعه النيل، اروح انضم لحاجه اسمها جامعه زويل اللي هي اصلا ملهاش كيان قانوني لحد هذه اللحظه؟ انا اسيب جامعه بقى 9 سنين في الانشاء، ليها اتفاقيات، ليها كورسات معترف بيها، ليها كيانها القانوني، واروح انضم لجامعه زويل اللي اصلا ما فيهاش دكاتره ولا طلاب ولا اي كيان. يعني لسه الدكتور زويل لسه عايز يطلع قانون جديد. انا ليه اسيب جامعه النيل واروح انضم لمشروع مدينه زويل؟ نعم. دي اول حاجه. تاني حاجه، انا المباني دي جامعه النيل جهزتها واحنا شايفين الحقيقه احنا مش مطالبين ان احنا ننضم لمشروع زويل اللي هو اصلا مشروع لسه مش واضح معانا. فانا ليه انضم للمشروع؟ يعني كنت متصور انتوا كنتوا هتفرحوا جدا، يعني الدكتور زويل القامه العلميه الكبيره صاحب جائزه نوبل ومشروع الفيمتو ثانيه، انه يعني نبقى في ركاب هذا الرجل وتحت مظلته ورعايته. واحنا في الاول رحبنا الدكتور زويل، زارنا في القريه الذكيه واحنا رحبنا بيه، كنا بجد كنا فرحانين جدا ان الدكتور زويل جاي يزورنا، وقلنا يعني لما ننضم كيان جامعه النيل داخل منظومه مدينه زويل كنا مرحبين بالفكره دي لو هتحل الازمه. لكن الدكتور زويل مش موافق على الحلول دي، ما هو رفض شديد. كل مره انا قعدت معاه شخصيا. طب ايه اسباب الرفض؟ طب انت قعدت معاه شخصيا؟ طب ممكن تقول لي ايه الديالوج او الحوار اللي دار بينكم يعني؟ هو بيقول ان في مشاكل قانونيه ومشاكل اداريه تمنع ان يكون جامعه النيل ومدينه زويل، والكلام ده اتضح ان الكلام ده خاطئ تماما وينفع. هو الدكتور زويل اساسا اسس يعني من الناس في مجلس امنا حاجه اسمها قطر فاونديشن في قطر، دي اكتر من جامعه داخل مدينه، والدكتور زويل في مجلس امنا. ازاي الدكتور زويل بنفسه يناقض نفسه؟ انت عملت حاجه فيها اكتر من جامعه داخل مدينه واحده وتيجي تقول هنا في مصر لا ما اقدرش اعمل كده. طب انت لما حاورته يعني قال لك حاجه يعني اقتنعت بكلامه؟ اتكلم معاك بشكل حسيت فيه ان هو يعني مهتم بمشكلتكم، ولا خلاص انتوا يعني مش موافقين اتوكلوا على الله وسيبونا يعني؟ لا، هو من مصلحه الدكتور زويل انه ياخد طلاب جامعه النيل، عشان طلاب جامعه النيل من احسن الطلاب اللي في مصر، فهو بيحاول ياخدنا، بس هو عاوز ياخدنا تحت اسم جامعه زويل ورافض تماما اسم جامعه النيل. وبيحاول حتى الاتفاقيات اللي تمت ما بين مذكره التفاهم اللي هو الدكتور محمد غنيم ودكتور زويل على طول بيستخدموها في الاعلام، ان ده حاجه احنا لازم نتمنى، يعني احنا حاجه المفروض نبقى مبسوطين بيها. احنا اللي مش ده الدكتور زويل شايف ان دي احسن طريقه، احنا شايفين ليه يا دكتور زويل احنا جامعه النيل بقى لنا 9 سنين، احنا مش مطالبين ان احنا ننضم. انت بتدرس ايه يا احمد؟ هندسه كمبيوتر. وصلت لمرحله ايه او يعني؟ انا داخل السنه رابعه ولغايه دلوقتي المعامل بتاعتي مغلقه في الشيخ زايد، الدكتور زويل ما بيستخدمهاش، وانا ان طلاب زمايلي بيروحوا مثلا عين شمس يحضروا المعامل بتاعتهم هناك، والمعامل موجوده. طيب باشمهندس محمود، الحب ارجع لك. بعض الناس بيقولوا ان مشروع جامعه زويل التفاف على جامعه النيل واعاقه لمسارها، والبعض الاخر بيقول ان المشكله بين الحكومه من جامعه النيل. انتوا بتقحموا الدكتور زويل ليه؟
كموضوع زي ما بالظبط كاتب كده اخونا الفاضل في اليوم السابع الاستاذ عادل السنهوري يعني. بص حضرتك، هو الرأي ان جامعة مشروع زويل هو التفاف على جامعة، انا شايف ان هو ده الرأي صح. اما موضوع ان مشكلتنا مع الحكومة ومش مع الدكتور زويل، فيعني اعتقد ان هذا يعني كلام فيه عوار. يعني اولا الدكتور زويل زي يمكن تطرق احمد وقال هو راجل عالم محترم، وما فيش واحد بيبقى ماشي في الشارع بتقع عليه حاجه من السماء ويقول شكرا وياخدها. يعني لازم ده راجل عالم وراجل بتاع فهمته ثانيه ومش عارف ايه، فراجل بيحلل كل الامور. ما ينفعش يجي احمد شفيق يقول له خدها اما اديك هديه جامعه النيل، خدها هديه، فيبوس ايديه ويقول شكرا. لا، ده موضوع مش كده. يعني احنا قعدنا مع الدكتور احمد زويل اكتر من مره وقلنا له نندمج، وعرضنا عليه الاندماج ورحبنا زي ما احمد قال وكنا مبسوطين جدا. الراجل ايه الهدف وراء ان جامعه النيل تختفي من الوجود؟ مفيش. يعني هل هو بقى مش عايز اسم جنب اسمه؟ مش عايز هو يقول ان انا مدينه زويل دي اول مدينه بحثيه؟ مش عايز يقول ان كان في حاجه موجوده قبل كده؟ هل هو بقى سيناريو لحاجه تانية؟ الله اعلم. انما يعني موضوع ان الدكتور زويل ملوش علاقه باللي بيحصل في جامعه النيل، لا، انا شايف ده نفس الكلام. انا عندي بيقول واحد اسمه علي السيد عبده استاذ الهندسه النوويه بجامعه ولايه كانساس بامريكا، وبيقول انه ده جاي المفروض يكون في جامعه زويل في فبراير المقبل. بيقول جامعه زويل ستحدث طفره ونقله نوعيه في التعليم والبحث العلمي في مصر والمنطقه العربيه، والدكتور لا دخل له بتصفيه الحسابات الحاصله الان. طب الدكتور ليس له دخل يطلع يقول يا جماعه جامعه النيل دي صاحبه حق، وانا ازاي اخد مباني جامعه النيل؟ احنا عرضنا عليها دكتور زويل اهلا وسهلا بيك، ضيف عزيز في المباني للمده اللي حضرتك عايزها لغايه ما تبني مبانيك. وادينا مبنى، احنا في مبنيين موجودين حاليا، مبنيين موجودين في المدينه، والمبنى الثالث هو مبنى خدمي. فالمبنيين خد اكبر المباني فيهم يبقى ليك، وادينا مبنى واحد نشتغل فيه. لما حضرتك تبني بقيه المباني بتاعتك معاك 1.5 مليار وعندك 300 فدان لسه باقيين فاضيين، ابني ما تشاء وسيب لنا بعد كده مبانينا. رفض. يعني it doesn't make any sense. بصراحه انا مش فاهم الراجل. يعني انا مش عارف الدماغ ده ايه. يعني تصليبه الدماغ ده ايه؟ يعني ليه عايزين تهدوا جامعه النيل؟ انا مش شايف ده. يعني لو افترضنا ان جامعه النيل دي يعني هل هي جامعه ربحيه؟ خالص. ده جامعه لا تهدف للربح. هي أول جامعة في مصر، اول جامعه بحثيه في مصر، وجامعه لا تهدف للربح. يعني كل جنيه بيطلع من فائض الميزانيه بيعاد ضخه تاني في العمليه التعليميه. هل كان حصل فيها تجاوزات كما يقال في ايام احمد نظيف ان في ناس من قرايبه دخلوا فيها وعينهم والكلام ده؟ اولا انا عينت في هذه الجامعه، ومن يوم ما تعينت فيها لغايه النهارده اشهد واقسم ان جامعه النيل ليس فيها اي شخص يمت الدكتور نظيف باي صله. ده رقم واحد. رقم 2، جامعة النيل الجهاز المركزي للمحاسبات وجميع الأجهزة الرقابية في الدولة زارونا سنة 2009 و2010 و2011 قبل الثورة وبعد الثورة، وقعدوا يدوروا في كل الدفاتر. شأننا شأن كل الجهات يعني اللي بيبقى عليها رقابة من الدولة، ولم يجدوا أي خلل من أي نوع، لا ماليا ولا إداريا ولا أي حاجة. يعني احنا دفاترنا وحلنا مكشوف على الحكومه. اللي عنده اي شبهه شك ان جامعه النيل فيها اي نوع من التجاوز يتفضل اهلا وسهلا بيه، يجي يفتش، يجي يراقب، ورقنا موجود، كل حاجاتنا موجوده، اتفضلوا. يعني ما ينفعش اقول ان جامعه النيل فيها فساد. فيها فساد تعالى حاسبني، لو عندي فساد تعالى. طيب احمد برجع لك برضو، انتوا كطلاب وضعكم العلمي ايه دلوقتي؟ يعني منتظرين الدنيا تمشي ازاي؟ متوقعين لو انه الموضوع يعني خلص على انه لا هي جامعه زويل، تصرفكم هيبقى ازاي؟ يعني اشرح لي برضو احاسيسكم وخططكم للمستقبل. يعني احنا اولا لن نتنازل ابدا عن مباني اللي في الشيخ زايد. احنا عندنا دلوقتي مأزق كبير جدا اللي احنا وانا عايز اسال سؤال بس قبل ما انسى الاجابه. هي جامعه النيل دي اللي موجوده عند المدينه جهينه؟ ايوه كويس، اتفضل. هو ده المقر اللي احنا نقلنا فيه فعلا قبل الثوره. نعم. احنا لن نتنازل ابدا عن المباني، وعندنا مأزق كبير جدا ان من بدايه الاربع الدراسه اتاجلت 10 ايام. كان المفروض نبدا الحد اللي فات واتاجلت للاربع، مش ده اللي بعديه. فاحنا لغايه دلوقتي مش عارفين هنبدا فين، واحنا بنطالب الحكومه بسرعه اتخاذ القرارات عشان تحل المشكله دي. فاحنا وفي باحثين وفي دكاتره وفي طلاب مش عارفين هيروحوا فين. انتوا الدكاتره بيقولوا لكم ايه؟ طيب يعني الدكاتره معانا، الدكاتره بيعتصموا معانا. انتوا كام طالب؟ احنا طلاب البكالوريوس 90 وطلاب الباحثين يجي 400. طيب هل يعني في مناقشه مع رئيس الوزراء؟ وصلتوا صوتكم للدكتور محمد مرسي
رئيس الجمهورية بهذا الأمر، في حد من وزير التعليم العالي يتكلم، الدنيا ماشية ازاي تمام. على المسار الحكومي يعني؟ هو حضرتك احنا من قبل الاعتصام واحنا في قنوات مفتوحة بيننا وبين مؤسسة الرئاسة، لدرجة أن السيد الدكتور محمد مرسي أفوض الدكتور أحمد سليمان المستشار العلمي له بمتابعة قضية جامعة النيل ومناقشة القضية مع السادة المسؤولين ووضع حل، وقال له بالنص كده أن الطلبة لابد أن تعود إلى مبانيها قبل بدء العام الدراسي. نعم. يقصد السيد الرئيس أن طلبة جامعة النيل لابد من عودتهم إلى مباني جامعة النيل قبل بدء العام الدراسي. نعم. المسج دي او الرساله دي وصلها الدكتور احمد سليمان الى اللجنه الوزاريه اللي اجتمعت. اللجنه الوزاريه كانت بقياده الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، وكان فيها الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالي، وكان فيها وزير الاتصالات ووزير التعاون الدولي دايما اللي موجود. وزاره التعاون الدولي دايما موجوده في مشاكل جامعه النيل، وانا مش عارف ليه. من اول ما بدانا التعامل مع الدكتور زويل وزاره التعاون الدولي ما بتشيلش ايديها من مشاكل جامعه النيل، وده سؤال برضه مش فاهمه. ما علينا، المهم يعني اللجنة الوزارية اجتمعت وقالت لازم نحط حل ولازم جامعة النيل الطلبة يرجعوا مبانيهم، وجم زارونا بعد ما بدأنا الاعتصام 5 أو 6 يوم في الاعتصام. وفي الحقيقة برضه حصل حاجة غريبة جدا، ان وزير التعليم العالي وهو داخل جوه، يعني المفروض ان الزيارة دي كانت زيارة لمعاينة المباني علشان يضعوا حل نقدر نقسمها ازاي او كده، وده اللي احنا كنا فاهمينه يعني. المهم دخل السيد وزير التعليم العالي، قعد جوه شويه ومعاه دكتور من عندنا من الجامعه، ورفضوا اساسا دخول دكاتره معاهم من جامعه النيل او اي طرف من جامعه النيل. تحت ضغط مننا من المعتصمين قبلوا ان هم يدخلوا الدكتور محمود علام، وقعدوا يتكلموا شويه ويناقشوا، والوزراء خارجين من المباني. الدكتور محمود علام قال للسيد وزير التعليم العالي يا سياده الوزير احنا لينا ورشه اجهزه بتاعه ورشه معمليه في مبنى يوبي 4 اللي هو المبنى الخدمي. فرد السيد اللواء صلاح عزازي مدير مدينه زويل قال له لا يا دكتور يا معالي الوزير ما فيش حاجه هنا، ده مبنى فيه مخازن بس ما فيهوش ورش. فانا سمعت هذا الكلام، فقام السيد الوزير مشكورا قال له طب ما تيجي نزور المبنى نشوف اذا كان هو مخازن ولا ورشه. فالورشه دي تبع القسم اللي بيديره الدكتور احمد ضيف. فكلمت الدكتور احمد ضيف وقلت له ممكن نتجه ناحيه المبنى يوبي 4 نروح نقابل الوزراء هناك عشان نقول لهم ان احنا الورش بتاعتنا جوه. فروحنا في الحقيقه مشينا لغايه المبنى، هو بعيد شويه داخل الحرم ولكن بعيد شويه. الساده الوزراء كانوا واقفين مستنيين المفاتيح بتاعه هذا المكان. احنا قلنا للساده الوزراء احنا لينا كلمنا سياده اللواء صلاح عزازي اللي هو مدير المدينه، قلنا له يا سعاده اللواء انت بتقول ان ده اللي هو شرطه ولا جيش؟ ده اللي هو جيش سابق وشغال في الامان العام لمجلس الوزراء حاليا. فقلنا له انت حضرتك بتقول ان ده مخازن، قال ايوه مخازن. قلنا له واحنا بنقول لحضرتك ان دي ورشه وبتاعتنا وافتحها، واول ما هتدخل على اليمين هتلاقي جهاز CNC، وعلى الشمال مخرطه، وفي الوش متقاب، وعلى جنبها فريزه وكذا وكذا يعني وكذا. قبل الفتح اديت له الديسكريبشن والوصف اللي جوه. الديسكريبشن كاملا. الساده فتحوا المبنى المكان فعلا. السيد الوزير الله لقى اللي احنا قلناه بالظبط، الاجهزه موجوده زي ما هي. فقال الله طب ما الحاجه مظبوطه اهي، دي ورشتك يا دكتور ضيف؟ قال له ايوه دي ورشتي. دي اجهزتك كامله؟ قال له ايوه كامله بس التراب اكلها شويه. يعني حتى الساده الوزراء، ده انا بس بحكي القصه دي ان الساده الوزراء معانا في الموضوع من البدايه وعارفين كل حاجه، ووعدونا ان شاء الله هيبقى في قرار كويس يرجع الطلبه معاملها تاني ويرجع الباحثين معاملهم. اتفاجئنا بقرار غريب عجيب ما انزل الله به من سلطان، ان يفضل الدكتور زويل في المباني، ياخد المباني اللي احنا تعبنا في بنايتها واحنا نطرد بره، نفضل قاعدين في الشارع، ويخصص لهم مبنى لمدة عام في مدينة مبارك العلمية. بعد كده نكتشف ان ده حتى مش قرار، ده توصية، بيان منزلينه على الفيسبوك ومنزلينه على مين اللي منزله؟ وزارة التعليم العالي. وزارة التعليم. طب انا عايز اشوف فيديو بيروي فيه الدكتور يحيى اسماعيل العالم جامعة زويل. نشوف الفيديو عشان نختم حلقتنا ونرجع نختمها مع ضيوفنا الكرام. خليكم معنا. ممكن يا دكتور حضرتك تعرف نفسك وتحكي لنا اللي حصل؟ انا دكتور يحيى اسماعيل رئيس مركز نانو في مدينه زويل، ورايح مكتبي عادي الصبح، وطلبتي لقيتهم بيكلموني برضه واصلين كلهم رايحين الشغل يعني عادي الصبح. لقيناهم بيقولوا لي مش عارفين نخش وقافليننا وبنخش من الشباك وكلام من ده. فرحت وجيت اخش لقيت طلبه النيل قافلين الباب الرئيسي واقفين. حاولنا نخش انا وموظف تاني في المدينه،
كانوا عنيفين جدا معانا ووقفوا وقالوا لنا الفاظ وصورونا بالموبايلات وقالوا لنا كلام يعني ما يصحش. فالمهم تفاديا للموقف قررنا نروح من بوابه اللي ورا. واحنا رايحين للبوابه اللي ورا لقيناهم هم مجموعه معاهم عمال وانا صورتهم، مجموعه فيها عمال وبيحطوا طوب وقاطعين الطريق. حاولنا نخش، حصل احتكاك بينهم وبيني، دي مبانينا دي مش مبانينا، منعونا تاني من بوابه 4. حصل احتكاك، 2 من الطلبه عدوا عليا وانا مصورهم، انا صورت ال2 طلبه دول، وطبعا سببوا في الجرح اللي شايفاه ده، وطبعا شتموني بأبذأ الالفاظ اللي ممكن تتشتم. فبقول لهم عيب تكلموا استاذ كده، قالوا لي انت ما تسويش عندنا حاجه، وطبعا الفاظ مش هقولها اطلاقا الالفاظ اللي هم قالوها لي. فده كان يعني انا شايفه تعدي ما هوش سلمي، يعني تعدينا مرحله السلميه تماما، لان في قطع طرق، في قطع توقيف اشغالنا، وبعدين في تعدي بالالفاظ بالضرب وبالجرح. الجرح ده هياخد اكتر من ما اعرفش ياخد قد ايه، بس هو جرح واضح انه مش سهل. شكرا. طبعا مأساة الحقيقة ان يكون في أزمة زي كده في مصر، ونلاقي نفسنا بالبيروقراطية والروتينات السخيفة والكلام المعسول والتصريحات. هندمر مستقبل ولاد وفي نفس الوقت مش عارفين نعمل ايه. يمكن زمن احمد زويل، ده مقال محمود سلطان في المصريون، بيقول حتى اللحظة لم يقدم زويل لمصر معروفا يذكر. كل الضجة اللي بتثار حوله هي من قبيل التمسح في رجل مشهور نصه امريكاني في بيئة اجتماعية لا زالت تكابد مشقة كبيرة في التخلص من عقدة الخواجة او النقص او الاحساس بالدنيا. المدهش انني سمعت اغاني مصرية تتحدث عن زويل بجانب نجيب محفوظ. وإذا كان محفوظ رغم اختلاف البعض معه يستحق أن يدرك في الأغاني الوطنية لما قدمه من إبداعات متفق أو مختلف عليها نالت رضا البعض وأثرت سخط آخرين وبدت مادة للجدل، إنما ما علينا. أما زويل فإننا لا نشعر به في مصر إلا كظاهرة إعلامية لم يستفد منه المصريون، ولم يقدم لمصر إلا الكلام والمحاضرات والنصائح. فجأة بات لزويل مشروع أكاديمي لا نعرف عنه شيئا إلا أنه يكتسب أهميته من أهمية زويل، ولا أدري حتى اللحظة سر إصرار زويل على أن يكون مشروعه مقاما على أرض مغتصبة اللي هي جامعة النيل، وأن يستولي عليها تحت قصف بوليسي عدواني وعنيف وحش. طبعا احنا شفنا صورة للعالم الدكتور يحيى اسماعيل بجامعة زويل بيقول ان تم الاعتداء عليه. برضو اخونا الفاضل المهندس محمود جبر بيقول في اثناء فض الاعتصام، يا ريت يا سالم برضو بيقول ان تم الاعتداء على حضرتك تقريبا، يا ريت برضو الساده المشاهدين يشوفوا يعني الاعتداء تم ازاي بعد اذن حضرتك. انا عندي هنا ده احد الجروح او احد الاصابات اللي عندي يعني. نعم. في اماكن تانية اصابات. نعم. في الحقيقه القصه باختصار شديد ان انا كنت في النيابه اول امبارح عند الطالب اللي بيدعي الدكتور يحيى اسماعيل ان هو ضربه، وانا طبعا لو احمد خليل. احمد خليل ده خرج ولا لسه محبوس؟ لا خرج امبارح. طيب طلع بكفاله. نعم. ولكن الامر مش زي ما هو بيدعي، في الحقيقه الامر مختلف تماما. ده حصل مشاده وهو ضرب الطالب ده بالقلم، وهو بيرجع بظهره وقع على الارض، تعور الطالب ما عوروش يعني. ما علينا. نعم. مش هي دي القضيه. المهم انا رجعت من النيابه الساعه 12، فسمعت ان في امن مركزي وقوات زياده جدا موجوده في اليوم ده. فرحت اشوف ايه الحكايه، لقيت حوالي 20 عربيه امن مركزي واكثر من 200-300 ضابط وعسكري لابسين ملكي فوق العساكر اللي موجوده. مش عارف قوه بصراحه يعني، زي ما تكونوا رايحين يقبضوا على الخط بتاع الصعيد يعني. اعتقد ان يعني مش عارف. المهم فدخلت، حاولت ادخل المباني او من البوابه، الامن المركزي منعني من الدخول. فوقفت بره شويه وبعد كده اتيحت لي الفرصه فدخلت، لقيت اللواء صلاح عزازي والناس بتوع مدينه زويل بيشاوروا لاحد الضباط عليا. فلقيت الضابط جه ومعاه حوالي 15 عسكري وضابط لابسين ملكي، 15 شخص وقفوا حواليا. وواحد جالي من جنبي بيقول لي انت محمود جبر، لسه ببص له اما مسكني من زوري من هنا. لابسين ملكي يعني ايه؟ لابسين هدوم عاديه، مش هدوم ميري يعني. مش هدوم عسكريه. انت عرفت منين هم ضباط طيب؟ واحد كان بيقول له يا فندم هو ده يا فندم، وبعدين رموني في، ما هم لما شدوا رموني في عربيه شرطه. نعم. فمسكني من زوري من هنا، فبحاول اقول له انت مين، قام بعد وشي عشان ما اشوفوش، وكم واحد كتفوني وسب لي بصراحه في الحقيقه بالدين. انا مش قادر اقول اللي قاله لان احنا يعني ما يصحش نعيد الكلام اللي قاله، بقى يسب بالدين بطريقه وحشه. سحلوني على الارض
وعانيت الأمرين في الحقيقة لغاية ما مسافة 100 متر من البوابة لغاية عربية الأمن المركزي. رمونا في عربية الترحيب بتاعة الأمن المركزي، وبعد كده رحنا على اسم الشيخ زايد، اتكلبشنا ورحنا على النيابة بعد كده، والنيابة أخلت سبيلنا بضمان محل الإقامة ورجعنا. فأنا بقول في الحقيقة مشهد فض الاعتصام ده كان مشهد مأساوي ولا يليق بمصر بعد حد الثورة. صوره؟ متصور عندنا كل ده يمكن قنوات انا عشان كتير بس ما يقولوش ان احنا لا يعني لا بنتهمكم انتوا عايزين الشرطه ما حدش يتقرب منكم، لا الشرطه تقول انتوا بتتهمونا مش عايزين نظبط قاع الامن في البلد. المشاهد كلها متصوره وعندنا صورها. يعني هل كان في اعلام تاني موجود؟ كان فضائيات؟ في 3-4 قنوات صوروا المشهد، وعندنا احنا ناس كاميراتنا صورت وكاميرات التلفزيون صورت، وكل البنات اتسحلوا على الارض والطلبه اتسحلوا على الارض والدكاتره ضربوا، وهذا مشهد لا يليق بمصر بعد الثوره ولن يضع مصر على الخريطه يا دكتور زويل. انا مش بتعامل مع بلطجيه، يعني انا بتعامل مع طلاب متفوقين وبتعامل مع انا كمان الدكتور مرسي استاذ جامعي وعارف يعني ايه طلبه واساتذه وبحث علمي، ازاي ده يحصل في عهد الدكتور مرسي؟ دي نعم. دي حاجه مهمه جدا يعني. نعم. طب احنا معانا يا احمد المشاهد موجوده. طيب انا بس هكمل حاجه بعد الاستاذ محمود سلطان بيتكلم، بيقول لا ادري حتى اللحظه سر اصرار زويل، وفي النهايه بيقول حاجه مهمه قوي: قد يكون مشكله زويل جامعه النيل جزء من صراع حيتان الوطني المنحل، ومنذ ايام تسربت معلومات ان الجامعه اهداها شفيق لزويل خلال قعده مخمليه في منزل الاول حضرها بعض النزلاء ترى الان، ويبدو ان حكومه انديل واقعه تحت تاثير ابهار نوبل، ولا تريد ان تظهر في صوره الحكومه الظلاميه التي تتصدى لمشروع التنوير الذي يشير زويل في وجه الجميع مسنودا بحمله ارهاب اعلامي في فضائيات رجال اعمال مبارك الفاسدين. لا استطيع ان ابلع حكايه النهضه الممهوره بضرب الاساتذه والطلاب باحذيه الامن المركزي. شوفوا حاجه غيرها، مصر تغيرت ومبارك عصابته الان في السجن الذي لم يعد بعيدا عن التخين في البلد. ده مقال الاستاذ محمود سلطان. استاذ صلاح بديوي في محيط كان مقاله اقسى قوي الحقيقه، لانه بدا يتكلم في قصه انه الدكتور زويل قدم ايه لمصر. ده هو زار الكنيسة وأقيم له حفل خاص وتحدث لأعضاء الكنيسة باللغة العربية وتسلم بعد خطابه تلك الجائزة من رئيس الكنيسة. وقد أبلغنا العالم المصري الجليل الدكتور أشرف بيومي أن الدكتور زويل مكث في حيفا بفلسطين 3 شهور عشان يعمل مع خبراء صهاينة على تطوير منظومة صواريخ إسرائيل مضادة لصواريخ كاتيوشا حزب الله. وعند مواجهة هذا زويل بهذا الأمر تهرب وانفلتت أعصابه ولم يؤكد أو ينفي هذا الأمر، إنما أشار أنه عالم والعلم ليس له وطن. أنت عندكم معلومة عن ده؟ نعم، هذا ما حدث بالفعل. يمكن أنا سردت لحضرتك القصة إزاي تم الاتفاق بينه وبين شفيق في نفس القعدة اللي أشار ليها الكاتب المحترم ده. وموضوع أن الدكتور زويل أخذ جائزة فعلا، واخد جائزة اسمها وولف برايس من إسرائيل، ودي من أعلى الأوسمة والجوائز اللي موجودة في إسرائيل، ودي لا تهدى إلى أحد إلا إذا كان ساهم في عمل يعني عظيم جدا للدولة الإسرائيلية، وهذا العمل هو تطوير منظومة السلاح الإسرائيلية، خلاها تعمل يعني بالليزر. الدكتور زويل ساهم في تطوير منظومة سلاح إسرائيلي، نعم، خلاها تعمل نعم بالليزر. أيوة. بالليزر لصد فعلا الصواريخ الكاتيوشا بتاعت حزب الله، وبالتالي أهدوا له هذه الجائزة. فأنا بس بسأل دكتور زويل، أنت يعني وحضرتك كنت بتحاول تساعد الناس دول على تطوير سلاحهم، ما كنتش تعرف ان ممكن السلاح ده يستخدم ضد ابنائك، ابناء الشعب المصري اللي كنت كل شويه تقعد تقول ابنائي ابنائي ابنائي، حتى ولو لم يستخدم ضد الشعب المصري هيستخدم ضد الشعب الفلسطيني، ضد الشعب اللبناني، هؤلاء كلهم اخوه يا دكتور زويل. لا يليق هذا، لا يليق هذا. لن يضع مصر على الخريطة. فضل الاعتصام بالأمن المركزي لن يضع مصر على الخريطة يا دكتور زويل. طيب آخر كلمة ليك. المشكلة دلوقتي كمان لما احنا بنيجي نتكلم في الإعلام يطلع صحفيين منسوبين للدكتور زويل يطلعوا يقولوا أي مهاجمة ضد مدينة زويل تعتبر ممولين من اسرائيل وكده. انتوا احنا بيتكلموا عليكم انتوا ممولين من اسرائيل؟ احنا العلماء جم من امريكا مخصوص عشان مصر عشان الخدمه الوطنيه يطلعوا يقولوا احنا اللي خدنا جائزه من اسرائيل، احنا اللي زورنا اسرائيل، هو احنا اللي خدنا جائزه ماليه من اسرائيل بسبب الجائزه دي. يعني دي اسئله غريبه جدا وتناقض غير طبيعي يعني. طيب الحقيقه يعني الايام المقبله هنشوف الدنيا فيها ايه. انا بشكر حضراتكم جدا، واتمنى المشكله، اتمنى ان الدكتور محمد مرسي دكتوراه في الهندسة الكيميائية واللي يعني اشتغل في وكالة ناسا، الراجل اللي بيقدر الحقيقة العملية العلمية، انه يا ريت يعني تصريح توجيهات للسيد رئيس الوزراء او السيد الوزراء يكلم وزير البحث العلمي او وزير التعليم العالي يقعدوا يناقشوا المشكلة دي. يعني عايزين بقدر المستطاع نجد لها حل
ما يضيعش مجهود شباب كان موجود في الجامعه، وشباب مثقف وكويس ومتقدم علميا. ده احنا اللي عاملين نتكلم، عايزين شبابنا بدل ما يقعد يتفرج على افلام اباحيه، وبدل ما شبابنا يبقى ملحد بيتكلم في الحاد، شباب يعني بيفرغ طاقته في عمل علمي ممكن يعود علينا احنا بكل خير. طبعا انا اللي قريته واللي كلمته ده قالوا الدكتور الاستاذ صلاح بديوي، قالوا محمود سلطان، قالوا عبد الرحمن يوسف في هجومهم الشديد على الدكتور احمد زويل. وزي ما انا نفسي برضو يعني اقول كلمه، مفيش داعي انه دايما وابدا نعظم اشخاص ممكن يكونوا رفعوا اسم مصر عن طريق انه العالم المصري فلان، الاديب المصري فلان، لكن برضو تعالوا نقول هو قدم ايه. يعني يهمني كلمه قدم ايه قوي، لانه قدم ايه دي تفرق معايا. ولما يجي يقدم ده، انا يجي يقدم خبراته ونصايحه وتوجيهاته لشباب موجود في كيان موجود فعلا يشجعهم ونكبر الكيان ونكبر الصرح، مش نهدم الكيان ونهدم الصرح ونستولي عليه زي ما بيتكتب. بصرف النظر بقى الدكتور زويل له دخل في الموضوع، هو حكومة، لكن أنا بتكلم إنه كان لابد من طريق أحمد شفيق في وعد بلفور الزويلي ده اللي تم احداث الثوره، اللي انا مش قادر افهمه لحد دلوقتي برضو انه البلد كانت عامله ازاي، وانا اركز ان انا ادي جامعه النيل للدكتور احمد زويل. اخيرا انا بختم بس بتوضيح. انا بالامس قلت لحضراتكم على الهواء، وده توضيح واجب علي اعمله، لان انا حاولت اوصل للسيد مجدي الجلاد عشان نقول له ايه اللي حصل بالتحديد. هم ما بيردش على تليفونات. امبارح كنت قلت لحضرتك انه حد جالي البيت وقال لي انه معمول لك محضر، ومكالمه تمت قدام الجيران اللي موجودين، كانوا موجودين يعني شاهدين المشهد اللي انا بتكلم فيه ده، عشان بس ما حدش يفتكر ان احنا بنفبرك حاجه. وقال لي ان انا اسمي احمد جلال من نيابه اكتوبر، وتعالى احنا عايزينك دلوقتي، طب رجع لنا 5 دقائق. ولما رفضت الحقيقه انا رحت النيابه فعلا الصبح مع مستشار محترم او ذهب قبلي يعني، اكد لي ان ما فيش شخص بهذا الاسم، وان مجدي الجلاد ما عملكش محضر اصلا في نيابه اكتوبر. رحت الاسم الصبح للعقيد محمد صلاح نائب مأمور اسم اول اكتوبر، اكد برضو انه ما فيش حد عندنا اسمه احمد جلال من النيابه او في امين شرطه، ولا في محضر معمول ضدك من مجدي الجلاد. انا عملت محضر اثبات حاله برقم 3691 اداري علشان اعرف مين اللي جم بيتي، جم لحد عندي، طلبوا من مراتي انها تكلمني، وكلمني في التليفون، وكلمني بمنتهى الثقه على انه هو فعلا من نيابه اكتوبر، والكلام ده شاهد عليه البواب كان موجود تحت وقابلهم وتعرف او اداني اوصافهم والعربيه اللي ركبوها. فده كان توضيح واجب عشان ما حدش يتصور لحد ما اعرف العمليه تمت ازاي. الحاجات الصغيره دي ان شاء الله مش هترهبنا عن احنا بنتكلم بما يرضى الله في حق ان هم يوصلوا البيت او يتكلموا. والحمد لله انا بشكر جدا الضابط احمد الفقي رئيس مباحث اسم اول اكتوبر، ومعاون مباحث برضو محمد علتم والعقيد محمد صلاح، قاموا بالواجب، خدوا اقوالي، وان شاء الله وعدوا ان هم يبقى فيه تحقيقات ومباحثات حوالين مين اللي جه عند البيت، ويتعرفوا من خلال الاوصاف اللي اديتها والعربيه. ده كان توضيح علشان انا قلت امبارح ان مجدي الجلاد عمل محضر، وهذا الكلام قلته بناء على مكالمه اللي تمت من هذا الاخ اللي قال لي انا جاي لك بخصوص محضر من الاستاذ مجدي الجلاد سب وقذف ضدك. لكن اللي شككني اصراره على ان انا ارجع من الانتاج الاعلامي للبيت مره ثانيه، ده اللي استغربته، وما اعرفش ايه الجرأه اللي توصله للبيت والثقه اللي اتكلم معايا فيها دي. فان شاء الله باذن الله يعني هنصل لهم ان شاء ربنا، وده مش هيرعبنا زي ما قلنا، وهنفضل مستمرين في دفاعنا عن ديننا الاول وعن ثوابتنا وعن وحده بلدنا، بصرف النظر عن اللي بيشتم، بصرف النظر عن اللي بيتهم، بصرف النظر عن البلاغات اللي بتتقدم ان انا محرض على الفتنه ومثير للشغب والراي العام. بشكر حضراتكم. مهندس محمود جبر ليك تعليق في حاجه؟ تعليق بس صغير. انا بس بوجه رساله للسيد الدكتور محمد مرسي، بقول له ان احنا ما زلنا منتظرين تدخل حضرتك لحل الازمه، واحنا ما بنعتبرش ان ده اخر قرار او اخر جوله، احنا منتظرين. عارفين ان حضرتك متفهم موقفنا، عارفين ان حضرتك دكتور جامعه وعارف يعني ايه ان طالب وباحث يبقى بعيد عن المعمل بتاعه، فاحنا منتظرين تدخل حضرتك. الرساله الثانيه بوصلها للسيد وزير الداخليه، بقول له يا ريت مصر فيها مشاكل كتير يا معالي الوزير، وجه قوتك الامنيه لضرب البلطجيه مش لضرب المعتصمين الامنين وتعوير الناس وبهدله الناس وسحل الناس. اي كلمه احمد عايز يقولها؟ ما فيش، انا برضه موجه نفس النداء برضه. شكرا جزيلا. رئيس جهاز المخابرات العامة يؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس مرسي النهاردة محمد رأفت شحاتة، انسحاب الأمن من محمد محمود بعد تزايد أعداد رسامي الجرافيتي. ومحمد أبو حامد يطير إلى أبو ظبي
للقاء الفريق أحمد شفيق، لقاء القمة. ربنا يستر. ظاهرة إنشاء الأحزاب الجديدة والتكتلات الحزبية تعبر عن توافق سياسي نص من 10%، خوف من الإسلاميين 99%، برامج حقيقية نص من 10%. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. أشوفكم بمشيئة ربي جل في علاه